السلام الله عليكم حبابي. اليوم جيتكم بحكاية جديدة. حكاية هي حجاية على شحال مطور بعنوان مسمار شحا. نبداو على بركة الله حكايتنا اليوم. كان يا ما كان، حتى كان الحب والسوسان والملك مالك والرحمن، ونزيدو نصليو على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، هذا شحال مطور كان تيملك دار قد القصر بالمنظر تتبهر. هذا اللي داز وشاف وعلى جنابها طاف، ولكن اللي كتاب له دخل عينو توحل في السقف والجناب وفجايب البواب، حيت كل صانع فنان ما خلف جهده من زخرفه والوان. وعاد لخصص وصناف الوضع المهم قطعة فنية يعجز يوصفها اللسان. هاد الدار العجيبة شحا عملها من سحل الناس الكبار، حيت ولا من أصحاب الأموال، وكان كل شي على وناسته عوال. وشي مرة أدخل عنده واحد من العيان، وغير شاف ما شاف أصبح متيم والهان. وهو يقول لشحا هادشي عندك تيفتن، واش تبيع ولا ترهن؟ وهو جوحا يرد عليه سيدي، الحاجة اللي ما تتباع ما تشرى حرام، والرهين ما يحقق الدوام. واخا كلمة نبيعها ما كانت لي حتى في الحلام. يلا هايدي التاجر عطاه تمن، وشحا تيرفض، ومن هضره حتى ولات بصح، ودخلوا للمعقول والصح. منين حس شحا بتمن بحال الا طاح عليه من السما، حيت قبل يبيع وفي نفس الوقت ما سخاش بالمكان. ولكن هيهات، شحا فنان في الحيلة وعنده لكل مشكلة وسيلة. هو يقول ليه سيدي الله يربح، تستاهل، وانا الله يصبرني على فراقها. وهنا التاجر يرد عليه يا شحانة العزيز، مرحبا بك في كل وقت وحين، ونلقاو بلا جلستك فين؟ قال له شحا سيدي هاد مرحبا بغيتها تكون بالقانون، ما عندي ما ندير بالكلام المدهون. هو يقول له التاجر هنشوفوا اللي يعرف ليك مرحبا بالقانون. وهنا قال له شحا سيدي بلا ما تعذب لي راسك، اللي غادي يعرفها كاين هما العدول. التاجر قال له كيفاش؟ وضح لي ما فهمتش. هو يقول له شحا اجي معايا لوسط الدار، اتبعني وشوف هاد المسمار لا في هاد الحيط. قال ليه راني شفت. ايوا. قال له شحا يعني مبروك عليك الدار الا هاد المسمار. قال له التاجر هاد المسمار وكان؟ قال له وكان، ولكن كل شي توثق عند العدول. رد عليه التاجر غدا يوصلوا لك فلوسك. وجاوبو شحا وغدا نخوي لك الدار وعافاك، اتهلا لي في المسمار. يا سادة يا كرام، هذا مكان من قصة المكان اللي تباع واخباره شاع بين الكبير والصغير، والتاجر فرحته ماليها متيل. حتى زاز القليل من الايام وشحا قصد دارو القديمة في نزول الظلام، وهو هز في يديه طارف من الجيفة تجيف بريحتها الكريهة، واللي ما ينفع معاها لا طيب ولا انواع الريحة. الخادم حل وجوحه دخل، والتاجر وحل منين شاف شحا اقصد المسمار اللي مرسو في الحيط، وعقد الجيفة بخيط ودلاها. ومنين مول الدار تارو استنكر قال ليه جوحا يا صاحبي، اتفكر باللي وصيتك على المسمار نعلق فيه الغزال ولا الحمار؟ وهنا التاجر ابرد له الماء في الركابي، وبقى على يديه ورجليه حابي حتى دخل البيت، وتقول ضربو عفريت. امرض اشهر بالتمام، وغير دازت ايام وهو يعاودها، والتاجر تيتفقس ويعبس. ومنين وصلت للعظم اتقلق وطلع له الدم، وقصد قاضي البلاد، وقدام ساير العباد احكم لصالح جحا، حيت العقد صريح والمسمار
صحيح ما يطيح، وما بقى عند التاجر غير حل يتهنى ويفك عليه هاد المحنة. قال له بشحال تبيع؟ جاوبو التاجر بثمنها اللي شريتيها بيها منك. قال له ما نعطيك حتى الربع. قال له التاجر كاين اللي شريها. قال له الله يربح، الشاري جديد المسمار تابعو. وبالفعل حتى واحد ما قد يشري ديك الدار. وفي ديك الساعة التاجر مسكين باع الدار اللي خردلاتو غير بالرخيص، حتى ولا قريب يولي حمق وما في لسانو غير الدار المسمار والدار. يا سادة يا كرام، وهكذا شحال رجع لدارو بفضل مسمارو، وبقات مثله على سير الايام. افهامه وكلام بمعاني واضحة والكل زمان صالحة. مسمار حكاية ما تمحى.